يا سلام عليكم. طبعا الجو بقى لي يومين 3 تلج، فعايزين حاجه تدفينا اكتر، فهنعمل معاكم احلى حمص شام في البيت. حلو قوي واحلى من بره بكتير، هيعجبكم ان شاء الله. بصوا لونه ولا الحمص وشكله عامل ازاي. عصره ليمون بقى وهنشرب منه وهندفع على طول زي ما انتوا شايفين كده، ولونه الحلو مش هتفرقوه خالص عن بتاع بره، بالعكس احلى بكتير. وكفايه اللي انت عاملاه وموجود عندك في البيت في اي وقت تشربي منه، هيدفينا جدا في الساعة والبرد ده. بس قبل ما نبدأ لازم تصلوا على النبي، تشتركوا في القناة. يلا اقولكم هنعمل ايه مع بعض. هنا انا جبت معايا 4 كيلو من الحمص، نقعاه بقالي 4 ساعات بالمنظر ده. لازم اول حاجة تنقعيه عشان ما ياخدش معاكي سوا. وهنا معايا طماطمية كبيرة، معايا معلقتين من الكمون ومعلقة ملح، ومعايا واحدة طماطم، ومعايا ليمون. الشطة بقى حسب الرغبة، انتي حباها بتحبي بشطة ولا لأ، دي حاجة ترجع لك انتي. هنا انا جبت حلة معايا بتغلي على النار، هنزل فيها كل الحمص. هسوي الاول حمص من غير اي حاجة، هخليه يستوي وبعد كده هوريكم هعمل ايه معاكم. هنا انا جبت معايا مبشرة، والطماطمية اللي معايا انا هبشرها، حابة تقطعيها ماشي، حابة تفرميها في الخلاط برضو ماشي عشان تعمل معاكي لون احلى، بس انا هنا هبشرها. هتديكي لون حلو قوي والطعم كمان. وبرضو بشر الطماطم مع الحمص الشام في المية بتاعته بيبقى شكله حلو قوي. هستخدم طماطمية واحدة مش اكتر. برضو على حسب الكمية، لو هتكتري اكتر الحمص الشام هيستخدم معاكي اكتر طماطم. انا هنا استخدمت طماطمية واحدة مش اكتر. هنا بعد ما استوى الحمص الشام خالص هنزل عليه الطماطم اللي بشرتها. لازم يستوي خالص. انا هنا الطماطم مش هياخد معايا 10 دقايق. بصوا هنزل كده الليمون، وهنزل الكمون والملح. انا كده خلاص انا سويت الحمص خالص. الطماطم والكمون هيغلوا معايا 10 دقايق على النار، وبعد كده هنزلهم على طول. ده بس كل اللي احنا هنستخدمه في الحمص الشام، مش اكتر ولا اقل. حلو قوي ومش هتفرقيه خالص عن بتاع بره، بالعكس احلى بكتير. والشطه زي ما قلت لكم حسب الرغبه، انا هنا ما احط الشطه عشان عندي اطفال. هسيبهم يغلوا 10 دقايق مش اكتر، ياخد لون معايا والطماطم برضو استوي معايا. بصوا شكله ولا جماله ولا لونه. طبعا بقى في البيت تحط حمص اللي انت عايزاه مش اكتر ولا اقل. هو ده اللون اللي انا عايزاه والشكل كمان اللي انا عايزاه. بس لو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناه، تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. عايزه كومنتات حلوه ولايكات احلى. هنشرب الحمص الشام ونتدفى في البرد اللي احنا فيه ده. عايزين مشروبات تاني كتير، هعمل لكم مشروبات تدفي اكتر في الشتاء. وقولوا لي حابين رايكم ايه تاني، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.